اهلا اهلا وصباح الخير بتوقيت الفيديو. طبعا اليوم صحينا ودندونة حبيبتي راحت المدرسة، وصلتها الباص واستودعتها الرحمن ورحت الشغل، قعدت خلصت اموري على السريع، حاولت بسرعة يلا ارجع البيت. رحت اللولو، طبعا كالعادة كل مرة اروح اللولو او اي هايبر ماركت انصدم بالاسعار، انصدم كيف الاسعار ارتفعت. احب هذا التمر المهروس. كان معي سيف ودانا. طبعا لازم في كل نزلة لولو لازم يشترون حلويات، وهذه حلويات لي أنا وللأسف هم أكلوها الله يحفظهم. ورحت شفت أسعار البيض. أحب أخذ اللي يكون فيه أوميجا، يكون ما في زفارة على فكرة. والمراعي هذا الشوكليت والفانيليا كثير حلو زي الكاسترد، طعمه كثير حلو. طبعا القشطة لا غنى عنها. اللبن هذا العيران رائع جدا، كثير أحبه، ما تفضى ثلاجتي منه. أحب هالجبنة التركية تجنن. طبعا لازم خبز لسندويشات دانا وللمدرسة وللبيت. في بعد موجود اللابريوش، هذا اللابريوش خبزة لذيذ جدا جدا يا بنات لا يطوفكم. يعني خذيت لفة في اللولو، خذيت كم شغلة. حاولت اني انا اشوف شو الاسعار، شو الاشياء الناقصة للبيت. اخذت خضروات، اخذت شوية فواكه. يعني انا احاول دائما الخضروات اللي ما تستهلك كثير مثل الكوسة الباذنجان اخذها لوقت الطبخة، يعني ما اخذ كمية كبيرة واخزنها في الثلاجة على اساس انها ما تخرب، وحرام يعني ما يصير بعدين اني ارميها. بعدين طلعنا انا والعيال رحنا هوم ميد، هذه كافتيريا موجودة في منطقة الخالدية. خذينا سمبوسة وبأنواعها، طبعا سمبوسة جبن وسمبوسة لحم وسمبوسة خضار. وخذينا شيء عندهم اسمه مطبق لذيذ جدا. واستعدينا علشان نروح الحديقة. طبعا رحنا حديقة أم الإمارات في أبو ظبي. الحديقة كانوا مسوين فيها فعاليات كل ويكند، كل جمعة وسبت يسوون فيها فعاليات للأطفال وفعاليات للكبار. الفعاليات الخاصة بالأطفال في ألعاب، فيه موفي يعرضونه الساعة 6 المساء في الهواء الطلق. وطبعا أنا كنت واعدة عيالي إن نوديهم الموفي هالأسبوع لأن موفيهم يحبونه. فيلم كوكو كثير يحبون عيالي، فرحنا نشوفه. وطبعا قبل ما نعرف وين المكان بالضبط لقينا مكتوب إنه في ماركت. فكان الماركت عبارة عن أكشاك مثل ما أنتم شايفين، فيها منتجات يدوية، ملابس، عطور، بخور، ألعاب للأطفال. عقب دلونا وين مكان الموفي وقعدنا نمشي لين ما وصلنا. بس كثير حلوة أجواء الحديقة والممرات المائية اللي موجودة فيها والنخل والجو. أصلا الجو نفسه الجو كثير لطيف. هني هالمكان مكان الموفي كثير حلو. وكان طبعا هذا المكان صورت لكم اياه قبل الزحمة، لأنه ما شاء الله يعني كان عدد الحضور كثير كبير، ما توقعت العدد يكون كبير بهالدرجة. فقلت أصور قبل ما يبدأ الموفي. هني بدل التصوير بدل الموفي قصدي سوري. وطبعا جهزت المكان لعيالي، كنا ماخذين لهم بوب كورن، كيك، شيبس، السمبوسة اللي اشتريناها، عصاير، وكانوا جالسين يشوفون الفيلم. استمتعوا كثير بأجواء الموفي، وكان كثير حلو. طبعا هذه لقطات من الموفي ولقطات من أغاني الفيلم. وقلت لكم كان مكان زحمة، يعني أنا ما توقعت نهائي إن الزحمة تكون لو حتى 1% من اللي أنا شفته. ما شاء الله يعني لدرجة إنه من كثر ما المكان امتلأ كان في ناس واقفين ما كانوا لاقين لهم مكان. يعني كانت تجربة حلوة صراحة، أول مرة في حياتي عيالي يروحون موفي. عقب طلع جنب مكان السينما في مكان للحيوانات، فسيف حبيبي قال أحب أشوف الحيوانات ماما. فرحنا، كان في سلحفاة، كان في أرنب، كان في بوني، كان في غنم. استمتعنا صراحة. لفينا، دانا ركبت الخيل، البوني الصغير، المهرة الصغيرة هذه ركبتها. وكان يوم جميل صراحة، استانسنا فيه في الحديقة. يعني صراحة أنا أفضل أن دائما يعني الأهالي خذوا عيالكم، طلعوهم، ودوهم يتمشون في الحدائق،
خصوصا في الويكند، خاصة الحين يعني الفترة الجو صاير عندنا كثير حلو هنا ما شاء الله تبارك الرحمن على دانا، كانت راكبة البوني ما شاء الله الله يحفظها. وهني الحيوانات اللي شفناها طبعا، وسيف كان كثير مستمتع. فمثل ما أقول لكم خذوا عيالكم مشوهم طلعوهم، بدل ما يكونوا قاعدين في البيت ماسكين التليفون يشوفون اليوتيوب يشوفون البلاي ستيشن وهالشغلات. يعني حلو ان الواحد يوسع مدارك أطفاله ويكون لهم أنشطة يسوونها برا البيت، يتحركون يركضون يلعبون. إحنا في أعمارهم كنا نلعب في الشارع، نلعب مع الأطفال اللي في الشعبية، لكن الحين الوضع تغير يعني، فالأفضل أن أنتم خذوهم ومشوهم، أو شاركوهم في أندية سباحة كاراتيه. يعني لا تخلون يكون عندهم بس وقت للتلفزيون وللبلاي ستيشن. هني هذه جولة في الأكشاك اللي موجودة. أنا صراحة ما اشتريت شيء يعني، بس كنت قاعدة أشوف شو الموجود. زي ما قلت لكم في عطور، في أشياء للشعر، فيه ملابس. طبعا النوافير كانت كثير ملفتة، عيالي كثير استمتعوا في النوافير، كثير كانوا حابينها. هالكشك وايد حبيته، كان ترتيبه كذا منظم، ما أعرف شكله كان كيوت. في منطقة طبعا للأكل وللألعاب، ما قدرت أصور فيها كثير لأن ما شاء الله كانت زحمة كثير. فيها ألعاب بالرمل العيال يلعبون، وفيها هالأكشاك وتراكات الأكل. اشترينا بوب كورن، اشترينا الجيمات. طبعا الجيمات كانت لذيذة، اشترينا هذه الجيمات فريش كانت لذيذة، تو قاليها وحاطها في البوكس. وقعدنا فرشنا الحصير مرة ثانية وقعدنا، والعيال أخذوا لهم بعد كوكيز وكذا. خلص يومنا، رجعنا البيت والحمد لله كان يوم جميل. الحمد لله يا رب على نعمة الأمن والأمان والسعادة. ولا تنسون تسووا لي شير ولايك وسبسكرايب، وأشوفكم إن شاء الله بفيديوهات ثانية. ولا تنسون تحطوا لي تعليقات إذا عجبكم الفيديو، وتقولوا لي شو تبون تشوفون في أبو ظبي، وشو الأماكن اللي تحبون تشوفونها وتحبوني أنا أصورها لكم. مع السلامة.